أهلا بكم. قلل الرئيس التونسي الجديد المنصف المرزوقي من أهمية المخاوف الغربية حيال حزب النهضة في تونس، ووصف تلك المخاوف بالعبثية ودفع عما أسماه ميثاق الحكم الرشيد الذي أبرمه مع النهضة. وفي مقابلة مع صحيفة جورنال دو ديمانش، اعتبر المرزوقي أن الفرنسيين سجناء أفكار مسبقة حيال الإسلام، وأنهم في أغلب الأحوال الأقل فهما للعالم العربي، مشددا على أن روح الاستعمار انتهت، وأن ثورة يناير منحت تونس الديمقراطية والجمهورية والاستقلال على حد قوله. هذا وقد جاء تصريحات المرزوقي في جانب منها ردا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي السابق هوبير فيدرين، الذي تساءل إن كان على الغرب تصدير ديمقراطيته. ومعنا من باريس ماثيو قويدر، الأستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون الأوروبية العربية. سيد ماثيو، بداية ما تعليقك على تصريحات المرزوقي؟ وفي الواقع هذه التصريحات أدهشت الكثيرين هنا في باريس، لأنها لم تكن متوقعة، لأن الشخصية التي تم اتهامها بالعنصرية والوزير الخارجية السابق الفرنسي هوبير فيدرين هو من نفس السياق السياسي، هو من اليسار الفرنسي وليس أبدا بهذا الشكل. ثم من ناحية اللهجة كذلك لم يكن أحد يتوقع أن تكون هذه اللهجة القوية من قبل السيد المرزوقي تجاه فرنسا، فليس هناك أزمة وليس هناك مشكلة حاليا، فكل هذا جاء مفاجئا بالنسبة طيب، تصريحات المرزوقي مثل ما تقول كانت مفاجئة بالنسبة للفرنسيين، لكن إلى أي درجة هي واقعية عندما يتحدث المرزوقي والذي عاش لفترة طويلة في فرنسا ويقول إن الفرنسيين سجناء أفكار مسبقة حيال الإسلام، أنهم الأقل فهما للعالم العربي؟ وفي الحقيقة لو نظرنا إليها بصفة موضوعية له الحق شيئا ما في هذا الرأي، ولكن ليست المسألة في الأفكار المسبقة، هو في الحقيقة المسألة نفسانية بحتة. هو أن الفرنسيين كغالب الغربيين خلال العشرية الأخيرة، خلال السنوات 2001 إلى 2011، كلهم كانوا سجناء ليس فقط عقلية، وإنما السجناء النفسية التي جعلت الإسلاميين عموما والإسلاميين خصوصا والمسلمين بصفة عامة يقع خلطهم مع الإرهاب ومع مسائل العنف السياسي. فهم الآن بين عشية وضحاها، الذين تم من قبل تحذيرهم من طرفهم مثل الأحزاب الإسلامية، يقال لهم بين عشية وضحاها في خلال شهرين أو ثلاثة، يقال لهم أنهم الآن أطراف سياسية محترمة ويمكن التعامل معها. فهذه النقلة السيكولوجية النفسانية لم تتم الآن حاليا، وهي صعبة جدا بالنسبة لشعوب تعودت على خطاب ما. ربما الملفت في هذه التصريحات أنه أدلى بها لصحيفة فرنسية، كما أنها جاءت بعد أيام قليلة من تصريحات أو من رسالة ساركوزي التي هنأ فيها المرزوقي بفوزه بالرئاسة، كما دعاه إلى زيارة فرنسا وذكره بسنوات المنفى في فرنسا. كيف تقرأ هاتين اللهجتين، لهجة ساركوزي في مقابل لهجة المرزوقي؟ لهجة ساركوزي بالنسبة لي لهجة تنم حقيقة على رغبة الفرنسيين ورغبة الحكومة الفرنسية عموما والشعب الفرنسي في أن تنجح الديمقراطية في تونس. هذا شيء أكيد، لأن من مصلحة فرنسا ومن مصلحة تونس أن تنجح الديمقراطية، فهو يريد أن تكون هناك علاقات وطيدة وصريحة بين الدولتين. من ناحية الرئيس المرزوقي، أظن أن الخطاب الموجه اليوم هو أكثر للساحة الداخلية التونسية منه للساحة الفرنسية، حيث أن لهجة الخطاب الشديد أو المتشدد مع فرنسا تجاه فرنسا كانت لإرضاء الأطراف التونسية المشاركة معه حاليا في اللعبة السياسية. نعم سيد ماثيو، تقول إن هذه تصريحات الاستهلاك المحلي، وإن كانت أدليت بها لصحيفة فرنسية، الآن الجميع يتطلع إلى نوع العلاقة الجديدة بين فرنسا وتونس ما بعد الثورة. هل تعتقد أن هذه التصريحات ستنعكس على تحديد معالم هذه العلاقة؟ لا أظن هذا، لأن السيد مرزوقي يعلم جيدا الواقع الفرنسي، وفرنسا تنظر إلى تونس فعلا كنموذج للعالم العربي، وكل المثقفين الفرنسيين وغالبية السياسيين الفرنسيين
فعلا يتمنون يعني بصفة صريحة وقوية جدا أن تنجح التجربة التونسية وأن يكون هناك حكومة ديمقراطية وحرية في هذا البلد حتى يتمكن يعني من التعامل معهم بصفة شكرا. يعني صريحة وواضحة.